أخبار البطولة الوطنية. بالنسبة للرجاء البيضاوي يحقق انتصارا صعبا على حساب المغرب التطواني، بحيث أنهى الرجاء البيضاوي الجولة السادسة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم بانتصار صعب على حساب نظيره المغرب التطواني، وذلك بهدف بدون رد في مباراة التي جمعتهما يوم الأحد على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. وسجل الهدف الوحيد للنسور الوافد الجديد آدم نفاتي من ضربة خطأ، وضعها بنجاح في شباك يحيى الفيلالي. وعرفت المباراة طرد اللاعب أيوب المودن في الدقيقة 51 بعد عرقلته لمهاجم الرجاء نوفل الزرهوني، والذي كان على بعد خطوة من تسجيل الهدف. وبهذا الانتصار ارتقى النادي الأخضر إلى الرتبة الثامنة برصيد 12 نقطة مناصفة مع فريق المغرب الفاسي، فيما استمر رصيد المغرب التطواني في 10 نقاط. أما بالنسبة للفتح الرباطي فتمكن من الفوز في مباراة ضد فريق السالمي بحصة 3 أهداف مقابل هدف واحد برسم الجولة الخامسة من البطولة الوطنية الاحترافية. وسجل اللاعب السابق لنادي الوداد الرياضي حميد أحداد هدفين للفتح الرباطي، بينما سجل الهدف الوحيد لنادي السالمي اللاعب عمر بوطيب. وبهذا الانتصار انتقل النادي فتح الرباطي من المرتبة الرابعة برصيد 11 نقطة، حين استقر عدد نقاط الفريق السالمي في 6 بعد مرور 5 دورات من الدوري المغربي. وبالنسبة لأولمبيك أسفي يسقط بضربة قاضية أمام نهضة زمامرة، حيث فازت نهضة زمامرة على حساب ضيفه أولمبيك أسفي ب3 أهداف مقابل هدفين برسم الجولة السادسة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، والتي أجريت على أرضية الملعب أحمد شكري بزمامرة. وبالنسبة لفريق نهضة بركان بحيث حقق الفوز على فريق يوسفية برشيد ب3 أهداف مقابل هدف واحد مساء يوم الأحد ضمن الجولة السادسة من البطولة الاحترافية. وسجل الأهداف كل من كامارا في الدقيقة 13 والمرابط في الدقيقة 51 ولملاوي في الدقيقة 70، بينما سجل سلامي الهدف الوحيد لليوسفية في الدقيقة 76. وهذا الفوز يضع نهضة بركان وحيدا في الصدارة برصيد 14 نقطة. أما بالنسبة للدوري الفرنسي عرفت مباراة باريس سان جيرمان ضد فريق رين فوز فريق باريس سان جيرمان بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي. وسجل حكيمي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 36 من ضربة رأسية، قبل أن يمنح تمريرة حاسمة لزميله كولومواني مسجل الهدف الثالث في الدقيقة 58. وعرفت المباراة تألق الدولي المغربي أشرف حكيمي، ويعد هدفه في المباراة الهدف الثالث له في الدوري الفرنسي هذا الموسم. أما بالنسبة للدوري الإسباني فريق برشلونة ينجو من الخسارة أمام فريق غرناطة، ولامين جمال يدخل التاريخ بحيث تجنب فريق برشلونة الهزيمة الأولى للموسم والتعادل مع غرناطة بهدفين لمثلهما يوم الأحد ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني، ليصبح رصيد برشلونة 21 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط على فريق ريال مدريد المتصدر. وبالنسبة للدوري الألماني فريق بايرن ميونخ في تحقيق فوزا كبيرا على نظيره فريق فرايبورج بثلاثية نظيفة ضمن المنافسات الجولة السابعة من عمر مسابقات الدوري الألماني. وبهذه النتيجة يحافظ بايرن ميونخ على مركز الثالث برصيد 17 نقطة.